ما عندي بيت، انا زوجتي منفصل عني، عندي اطفال اثنين، حالتي ضعيفه، ساكن ويا اختي لان انا سايق، انطي وارد لصاحب السياره. فاخذنا تاكسي من لما وصلنا البيت رضيعت نص الجنطه مالتها كلها، هي خالي بها الفلوس، شد مبلغ من المال والتليفونات الشخصيه. نزلتهم، رجعت تقريب الشارع حيث اجرتني مره، قالت لي ترى اكو جنطه وراك موجوده. خابرته اكثر من مره، اتصلت بالتليفون لان بسبب التليفون كان داخل الجنطه فما سمعني. انا كنت ظني الجنطه اخاف عبالي بيها شيء مو زين كذا، فاختبيت بروحي، فتحت الجنطه، طلعت على الجنطه فلوس بيها وبيها موبايلات. فلما سمعنا جاوبنا قال انا اعطيني مجال نص ساعه واجي لك، كان بعيد، صرت بعيد عليكم. طبعا هاي فتره النص ساعه احنا توقعنا الرجل بعد ما راح يجي. فرجعت للمكالب بي، لقيت الناس منتظريني، قلت لهم عمي هاي الفلوس مالتكم. فيعني في وقت ارتكرنا في مبلغ ما قبل، وهم مشكورين، يعني هم ما ملزمين ان يعطوني، بس انا ملزم انا ارجع. يعني هاي الفلوس اللي رايحه من عنده كان عمليه ما سوى، كان السبب انا بقتله، ترى القتل مو الا بمسدس، قتل اسباب. وهذا الشخص انا ان شاء الله ما انسى فضله، واتمنى ان احاول ارد فضله ان شاء الله في يوم من الايام. هذا العراق بخير بشر بلدنا، ما نقدر ننطق، لان البلد هويه، فما تقدر تمشي بدون هويه.